ممكن تديني عبايه بال100 جنيه دي؟ بس تعالى. اسمعني بس. طب تعالى ادخل، طيب تعالى. بص، عباية ايه اللي ب 100 جنيه؟ انا والدتي فين وفين عندها كانسر، فهي كان نفسها في عبايه وانا رايح لها المستشفى الوقت، فاهم؟ فانا بس كنت عايز اجيب لها اي عبايه ومعيش غير ال100 جنيه دي. انت تعرف اصلا ان ال 100 جنيه دي ما تجيبش طرحه؟ انا عارف والله، بس بص انا اللي هسبب لك احراج، انا ممكن امشي عادي. لا لا، بص انا عاوز افهم بس، هي والدتك في مستشفى ايه ولا؟ لا، والدتي في المستشفى العام، هجوزها هناك. انا عايز بس افرحها باي حاجه. طب وايه اللي يثبت لي ده؟ انت شكلك نضيف يعني، ما انتش وش بهدله ونص الكلام ده. والله انا عادي، عايزني مثلا، عايز تيجي معايا المستشفى عادي وانا بديها لها عادي. انا مش بكذبك، بس انا عاوز اسال يعني، افهم حتى الدنيا. انا اقل عبايه عندي ب 1200 جنيه، دي اقل عبايه عندي. قال لي عبايه ب 1200. اقل عبايه ب 1200، فداخل عليها ب 100 جنيه. خلاص انا مش، طب استنى بس اهدى. انا بس مش عايز يعني، انت بتقول قال لي عبايه عندك ب 1200 جنيه، اكيد ما فيش عبايه. بص يا صاحبي، وانا شغال في المكان بس انت بس طالما عندها كانسر وتعبانه، انا ما عنديش اي مشكله يعني. انت اصلا شغال في المكان؟ انت مش صاحب المكان؟ لا، مش صاحب المكان. طب خلاص انا بس مش عايز اكون جاي عليك، فاهم؟ لا تكون لا، مخسرة. ولا اي حاجه. هي والدتك بتلبس مقاس قد ايه؟ عادي، انا عارف شكليا كده، ممكن حاجه زي كده مثلا، فاهم؟ دي ملحفه مفتوحه، انت بتقول هي تعبانه. لا عايز حاجه، عايز مثلا حاجه مقفوله. شوف حاجه على ذوقك كده بال100 جنيه دي. خلي ال 100 جنيه في جيبك. خليها في جيب ازاي يعني؟ خليها في جيبك يعني امشي؟ يا عم. خلي ال 100 جنيه في جيبك بقى. مش هي والدتك؟ والدتي متاكد ان هي والدتك؟ والدتي والله. يا عم والدتك زي والدتي. انت شغال ايه طيب، ولا بتدرس ايه ولا؟ انا كنت شغال بس بقالي 3 ايام ساب الشغل بسبب ظروف مرضها وبتاع وكده، فانا بروح لها المستشفى على طول، فاهم؟ وانت مالكش حد يساعدك؟ اخ، اب، لا، خال، عم؟ انا كبرها. قول لي بس مقاسها. قول لي بس مقاسها كام، بتلبس كام اكس؟ بص، هي نفس لا شتوي ولا المقاس ده صيفي كده. الاول؟ اي حاجه يعني انت هتلبسها شتوي ولا صيفي؟ اصل العبايات السودا دي مش تقيله، عبايات خروج. بس هات حاجه شتوي عادي، اي حاجه اللي تجيبه. يعني اجيب لها حاجه شتوي ماشي، عشان السقعه او وكده؟ خلاص هات حاجه من دول وخلاص. انت عارض الشتوي اصلا ولا انت انا عارض الشتوي. انا بس انا عاوز اسالك، انت هتلبسها شتوي ولا عايز لها حاجه خروج؟ هات اي حاجه، دي حلوه خلاص. عايز حاجه خروج؟ دي حلوه. هي بتلبس كام اكس يا صاحبي؟ هي ده مقاسها. هي كام اكس؟ ما انا عاوز اعرف كام اكس. هي تقريبا 2 اكس 3 اكس 2 اكس تقريبا. وزنها قد ايه طيب؟ انا مش عارف وزنها الصراحه. على العموم يا صاحبي، العبايه دي مقاسها كبير، فلو هي بتلبس 2 اكس، الاكس لارج في المقاس ده هيلبسها. طب هي دي عامله كام؟ ما تشغلش بالك بقى، انت عامله كام؟ اسمعني بس، انا عايز اعرف دي عامله كام. ما تشغلش بالك عامله كام، عامله اللي عاملاه بقى. دي حاجه لوجه الله، ودي طالعه مني لوالدتك. والدتك زي والدتي، وعادي احنا كلنا بنتحط في الظروف دي، وانا ما عنديش اي مشكله. دي انت تدفع فلوسها من جيبك طيب؟ يا عم ما تشغلش بالك بقى، الله المستعان. المهم بس الف سلامه عليها، وربنا يخليها لك ويبارك في عمرها، ولو احتجت اي حاجه عدها. خد بقى ال100 جنيه. لا والله ما انا واخد حاجه جنيه. يا عم، الله يصلح حالك. بس 100 ال100 جنيه بس، خد بس العبايه. الله يصلح حالك. خدها وامشي. يلا يا عم توكل على الله، لو محتاج فلوس تانية عرفني. لا مش محتاج والله بكلمك جد. بجد مش محتاج. اسمك ايه بقى؟ انا اسمي اسلام. حبيبي يا اسلام. اخوك محمد خالد، ولو احتجت اي حاجه في اي وقت انا موجود هنا. يا ابني والله انت شاب، مش شوف عارف اقول اللي لك انت والله عاوزه. لا يابا، ولا يهمك ولا اي حاجه في الدنيا. شوف لو محتاج اي حاجه في اي وقت انا معاك اهو. ولو عاوز ناخدك اوصلك لا كله تمام والله. والله ما عندي اي مشكله في اي حاجه. تسلم والله. ماشي يعني امشي عادي؟ يلا يا عم توكل على الله. سامحني. ولا اي حاجه والله. ماشي حبيبي يا اسلام، ربنا يقومها لك بالسلامه. ماشي يا جدع. ماشي يا حبيبي. بقول لك يا صاحبي معلش، امسك كده ثانيه. ايه يا صاحبي؟ امسك ثانيه بس. في حاجه ولا ايه؟ ثانيه كده خليكي معايا. امسك كده ثانيه. في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش حاجه والله. بكلمك بامانه والله. في حاجه ولا ايه؟ عايز افرحك بحاجه بس ما تزعلش مني. ايه؟ بص، انا داخل عليك لابس شنطه. الشنطه دي وراها تليفون اهو. انا كل ده بصور على فكره. كنت قاعد برنامج. مالك اتضايقت ليه؟ يعني ده كلام يعني يا اسلام؟ انت اتضايقت ليه بس؟ يعني ده كلام؟ ثانيه واحده. بص، انت شاب زي العسل. اسمك كريم قلت لي؟ اسمي محمد خالد اخويا. طب بص يا محمد، احنا بنعمل الفيديوهات دي
بنوعي بيها الشباب ماشي واللي في سني واللي في وقعت لي سنك. قلبي وخلتني احس بحاله انسانيه لا يعني انا مش عارف اقول لك والله انت احرجتني بذوقك. اهم حاجه انت ما يكونش عندك مشكله ان الفيديو ده يتذاع. انا ما عنديش مشكله، انا عندي مشكله في اللقطه اللي حصلت بس. معلش بقى امسحها فيا. انا عايز بس تقول عنوانك للناس عشان الناس اللي عندي تحب تيجي تنفع الناس المحترمه اللي زيك. انا ما الحمد لله مش محتاج صيت يعني، الحمد سادة لله والله. مكان معروف. انا عنواني شارع بورسعيد بعد ابناء ربيع. اسم المكان ايه؟ اسم المكان سنتر محمد انور. سنتر محمد انور. اه. في رقم تليفون؟ رقم تليفون موجود على الكيس اهو. طب ممكن تمليه لنا كده؟ ده ارقام تليفونات المحل، ودي الكيسه بتاعت المحل. طيب انت تأمرني بأي حاجة؟ ولا أهم اي حاجة حاجه. ما تكونش زعلان لا مني. لا والله ولا اي حاجه، انا بس اللقطه معلش بقى. خضتني في الاول بس. حبيبي معلش. لا ولا ماشي. اي حاجه ولا اي ماشي. حاجه يا سنتر. صعب. حبيبي يا اسلام.